ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ الميجا سلاب وحكايه الميجا سلاب. الميجا سلاب اللي هيبقى تلات ارباع فنيين مصر. انا مش عايزك تجيب حاجه ولا تقلق من حاجه، اطمن. ولو احتجت اي حاجه اكتب على جوجل باسم عادل رقم واحد، هتعرف توصل لي. واي استشاره انا عمري ما اتاخر على اي حد. النهارده انا جاي اكلمكم في نقطه مهمه، خدمه ما بعد البيع. احنا بقى مش هنتكلم عن خدمه ما بعد البيع، احنا هنتكلم على خدمه ما بعد التركيب. حضرتك كفني لما يجي العميل فنش وخلص، طبيعي ان في اثناء ما الصناعيه شغاله الحام اتفتح، حاجه عايز تراجع عليها، حاجه عايزه تتظبط، يجي العميل يكلمك. مش شرط حسابك ولا حسابه، احنا ما بنتكلمش في مبدا ده على حساب مين، لا، احنا بنتكلم في مبدا لما العميل يحتاجك يلاقيك. مش العميل اول ما يتصل بيك كشغل تروح وتشتغل وخلاص، ولما يجي يحصل عنده حاجه عاوز يراجع على حاجه ما تجيلوش وتتعبه عقبال ما تجيله. دايما دايما شوف الشركات الكبيره، تمام، شركات الاجهزه المنزليه، ما في عطل يحصل عندك في ثلاجه وبوتاجاز تتصل بخدمه العملاء في ثواني يبعتوا لك الفني. احنا عايزين نبقى كده. لما بتحصل حاجه في الشغل، في شغل البورسلين عامه، ويجي العميل او المهندس يكلمك، انا عندي والله الحام اتفتح، عايز اراجع الزقيه، عايز مش عارف ايه، لا نروح له فورا، ما نتاخرش عنه. كده كده الحاجات دي بتبقى ايه، مش هتاخد وقت كبير مننا. خدمه ما بعد التركيب. تمام، لو احتجت اي حاجه اكتب على جوجل باسم عادل رقم واحد. شكرا.